والله هحط صوت المروحة واحط صوتها كمان وانا بقفلها. انا مش عارف ليه انا بقالي واقفل الستارة. الاستوديو بتاعي عبارة عن ان انا قاعد ورا ستارة، وفي عزالي بتاع المعادي من 3 سنين حواليا، و... وكمية شيلت رهيبة، و... 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 ولوح انسيوليشن واحد. انا ما اعرفش جه البيت عندي ازاي، انا مش عارف. أه... انا بقالي شويه باني استوديو صغير كده هنا في ورا الستاره، و وبقالي شويه خايف من ان انا اقعد قدامه من غير سكريبت، من غير ما ابقى شغال على حاجه لحد لكلاينت، عشان كنت خايف ايه اللي هيطلع مني لو عملت كده. آه... انا اسمي مهند سالم. آه... انا تعبان شويتين تلاتة، بس ده انا جاني الصراحه، انا بقالي كتير قوي ما قعدتش مع حد ما كانش تعبان يعني. الالبوم خلص امبارح. officially الالبوم هيخلص المفروض النهارده، انه يجي لي اخر ماستر من مازن MCM. شوتس اوت. بس انا مش جاي اتكلم على الالبوم قوي. انا مش عارف جاي اتكلم عن ايه، بس مش عارف بقول ايه اصلا. انا كل اللي اعرفه بس هو ان انا في حياتي كل الحاجات اللي عملتها that I created، سواء كان برنامجي بتاع الراديو او اي اغنيه عملتها او كتبتها او سجلتها وطلعتها، ما كانتش فعلا out of انا عندي احلام. انا شخص طموح، شخص طموح جدا الحمد لله يعني. والسنين اثبتت لي ان الطموح ده حاجه يعني سلاح ذو حدين، وانه عرض لمرض، وعلاقتي بيه اتبهدلت واتحسنت over the years كذا مليون مره يعني. بس ادينا مكملين يعني، ادينا مكملين وتمام. تمام، كله كويس. عاملين ايه؟ من ساعة ما سبت الراديو، والناس كل شوية تقول لي طب ما تعمل بودكاست. الناس على فكرة بتستخف قوي، يعني ما كان بيبقاش قصدهم ان هم يستخفوا، بس بيستخفوا قوي بشغلانة الراديو، عشان في دماغهم اللي هو ايه، انت بتطلع ما انت تتكلم. وهي في الحقيقة هي فعلا انت بتطلع تتكلم، بس هي مش انت بتطلع تتكلم. ومش عايز اشرح قوي، مش قادر اصلا. والنهارده زي كل الايام التانية اللي في حياتي I created something فيهم. it's not really out of حلم وبتاع ده سبت الراديو اعمل بودكاست، لا خالص. it's out of necessity فعلا. فها انا ذا ورا الستارة في وسط الكراكيب. باي ذا دي الشقة اللي اتصور فيها ميوزك فيديو كراكيب. لو حد يعني بيسمع مزيكتي هي هيلاقي، مش عارف هيلاقي ايه، بس هو basically يعني دي الشقة اللي اتصور فيها كراكيب يعني. بقالي شوية امبارح كان عندي ثيرابي، وعارف لما حد يقولك انك تعبان جدا وانت تبقى تعبان. انا باي ذا واي في اصوات هتطلع بره الاوضه دي مش انسيليتد خالص، وانا مش هعمل بربع جنيه اديتنج. انا دايس بلاي وعندي كده ميكسر صغير، والميكسر ده ممكن ادوس عليه يعمل اصوات، بس هو دي الحاجه الوحيده اللي هعملها يعني. مش هعمل اي حاجه تانية، فاهمين؟ بس لا مش هشتم برضه، عشان مش عارف انا هحط ده فين ولا هعمل بيه ايه. آه مش فاكر كنت بقول ايه قوي، بس بيسكلي اللي كنت ببدأ اقوله هو كان ان انا بقول اللي بقوله دلوقتي ده ودوست ريكورد، عشان كنت امبارح قاعد مع ماي ثيرابيست. فعندي سيشن، مش عارف ليه قلت قاعد معاها، بس يعني هي اصلا في بريطانيا مش هنا. بس عارف لما حد يقول لك انا مش سكسست، على فكره انت مرهق جدا، وكأن ده مره واحده يسمح لك ان انت تحس بمدى الارهاق اللي فيك، فمره واحده تكولابس. فده كان انا امبارح. وبرضه عشان برضه الالبوم امبارح خلص، الالبوم جاي باذن الله. في جزء من روحي كده انهار امبارح. في جزء من روحي بينهار كل ما بخلص بروجكت. انا يعني في سكتي بتاعت في عيال صغيره بتلعب بره. في سكتي بتاعت المزيكا دي اكتشفت، بالذات بعد الالبوم بتاع سالم اللي نزلته السنه اللي فاتت، شوت اوت باش مهند وMCM مع الهندسه. اكتشفت ان انا لما بخلق كونسبت ما بقاش بخلقه قاصد ولا باي حاجه، يعني بتبقى كلام عايز يطلع من روحي عشان انا شايله وماشي بيه. بيحصل حاجه غريبه قوي وانا شغال عليه، ان مره واحده كاني روحي ما بتعرفش تحس الحاجات اللي انا بقولها في المزيكا دي، وبحس بيها بس اول ما بطلعها في المزيكا، ومش حتى وانا بكتبها
ومش وانا بسجلها، ممكن شويه وانا بسجلها، بس بجد بحس بيها بعد ما بينزل البروجكت، ولا حتى وانا بصور فيديوهات ولا مستني تنزل. بيجي يوم بعد ما البروجكت ينزل كده، يوم يومين باسبوع اسبوعين، وبسمعه كمستمع، وكأني بقى وانا برسيف المشاعر اللي انا طلعتها دي، بتبقى اول مرة استبيح لنفسي ان احس مشاعري بجد. عشان اظن انا بروح ثيرابي بقالي 15 سنة مثلا، 13 ل 15 سنة، واظن ان انا من عيوبي او من الحاجات اللي هي ما نزلتش بيها في الكتالوج، كانت فكرة ان انا مش بعرف احس مشاعري. يعني طول عمري يتقال عليا حساس وامباث والكلام ده، which is يعني مش هشتم برضو، بس انا ما بعرفش احس مشاعري انا. يعني بديسوشيت، كأني الاحساس بمشاعري ده بحس بالذنب من ان انا بحسها يعني. ف اللي كنت بحاول اقوله هو ان قعدتي مع الثيرابيست دي مره واحده حسستني بقد ايه انا مرهق يعني. وده كومن ثيم في حياتي يعني، ما اعرفش حد فيكم هيريليت ولا لا، بس اللي هو ان انا بفضل عامل زي الجمل كده، بفضل اكمل بسقف نفسي قوي ان انا بكمل نو ماتر ايا كانت الصعاب، يعني نفسيا جسمانيا ايا كانت بقى الاختبارات، يعني ماديا في عربيات بره. بس وبعدين مره واحده بي يا اما العالم بيغصبني ان انا اقف، او ما هو بيقول لك يا اما بطل يا اما مخك او جسمك هيرغموك تبطل يعني او تقف يعني. بس وده كومن ثيم ان انا بقف لو بشبه نفسي بعربيه، فبقين كاني بركن العربيه على جنب اخيرا الطريق، وبنزل ابص عليها واكتشف ان انا كنتش ماشي اصلا بكاوتش مثلا، فاهم؟ وبقول لنفسي اوكي. ودي كانت حاجه كنت اشتغلت عليها بقالي فتره، ان انا آه اوقف والبطاريه عند 80، لان ال 32 سنه اللي عشتهم اثبتوا لي ان انت لو وقفت وانت عندك بطاريتك 80%، هتاخد مثلا يومين عشان ترجع تاني ب 95 ل 100%. لو استنيت ووقفت عند 60، هتاخد بدل اليومين دول اسبوعين. لو استنيت ووقفت عند 40، ممكن تاخد 4 شهور. ولو وقفت وانت عند 20، ممكن تاخد سنه. ولو وقفت وانت عندك 1-2 بقى في المية باقيين، يعني ربنا يعينك بقى، سيبراليكس. آه بس دي كانت محاولتي ان انا اطلع فكاهه في الفتره دي بقالي. فبيسكلي اللي الدكتوره قالته لي امبارح برضه، قالت لي مهند انت كنت بحكي لها على موقف كان صادم بالنسبه لي يعني عاطفيا. وبعدين لقيتها بتقولي طب انت حسيت بايه؟ قلت لها من ماي اكسبيرينس 32 سنه كنت عارف ان انا ده هيطلع عليا باكتئاب او بانكزايتي او بعدم امان او بسلف اباندمنت بعد 6-7 شهور. فخلاص بقيت اخر شهر سنتين 3 دول بقيت شاطر من ساعه ما 30، بقيت شاطر في ان انا استشعر انا المفروض ابقى حاسس بايه، لان انا عمري ما استبحت لنفسي ان انا احسه. وطول عمري بحوط نفسي بناس محتاجه اللي انا محتاجه، عشان لما اديهم اللي انا بديه لهم كانه يعود عليا، بس هو عمره ما عاد عليا، كاني يبقى عندي الاتشيفمنت ان انا على الاقل اديته لحد. وده كان يعني مازال ازمه حياتي يعني، سواء بقى في علاقات او في صداقات او حتى مع الناس اللي بشتغل معاها. يعني ربنا يكون في عوني وعونهم، لان السنه دي كانت اول مره اعترف بده لنفسي يعني، وما بقاش خايف. زمان كنت حتى بالثيرابي دي كلها كنت لما بكتشف نفسي قوي ان انا ايه ده، انا متكل عاطفيا جدا على الشخص ده او البني ادمه دي او البني ادم ده، كنت بحس اني معيوب جدا. لان اختلفت المسميات يعني، بس كانت بتبقى كان ما اعرفش اتقال عليها كوديبندنسي، اتقال عليها سيلف اباندمنت، اتقال عليها هايلي سنسيتيف بيرسون، كلها حاجات ارهقت كوكبي يعني. بس دلوقتي بقيت احسن شويه في ان انا اتقبل ده. بس بيسكلي الدكتوره امبارح لقيتها بتقولي انت طول عمرك بتديسوشيت، يعني بحكي لها على الموقف الصادم ده، قالت لي حسيت بيه. قلت لها استشعرت ان انا المفروض ابقى حاسس بكذا كذا، فتعاملت اللي هو قلت للبني ادم او البني ادم، قلت ما ده انا اكسبتبل، انا ما اقدرش استحمل ده. بس انا ما كنتش ببيع حتى الفيلينج ده، لان انا مش عارف احسه. وجزء كبير قوي قوي من لما حد بيأذيني، حد قريب ليا عزيز، بالذات حد عزيز عليا، مش من اهلي، من اصدقائي، او مثلا حد انا كنت انفولفد معاه ايموشنالي، ما اعرفش ليه قلتها كده، في علاقه يعني معاها. البتاع ده على فكره اديني بدايه اللي انا بسجله ده، ما عنديش ادنى فكره ده ايه وهيروح فين.
بس بقى لي فتره عايز اعمله ومش عارف عايز اقول ايه ومش عارف هيجي لي امتى، لحد ما النهارده لقيت نفسي سايق رايح الاستوديو كده وبفكر في كلام الدكتور امبارح، ولقيت نفسي اللي هو وده كومن ثيم الصراحه، لقيت نفسي روحي مرهقه، اللي هو انا عندي شغل ومش فاهمين، والالبوم خلص وجزء كبير قوي من ان انت تحط قلبك في بروجكت كده. باي ذا واي انا عارف، انا فولي اوير ان انا فتحت 330 حوار وان انا ما قفش اي واحد فيهم، ده مخي حاليا، انا مش هقعد افلتر ولا هادت ولا هعمل اي ابن جزمه، يعني الجو حر جدا ورا الستاره دي. بس جزء منه هو ان انت بتطلع حته من روحك كده. كاندريك كان قال في اول تراك مستر مورال ذا بيج ستابرز كان اسمه يونايتد ان جريف اصلا، ان هو كان بيقول I grieve different. وامبارح الدكتوره قلت لها انا الالبوم ده حطيت فيه كل جروحي، يعني لدرجه ان انا بدأ كثيرابي ليا، وبعدين انتهى بان انا بقالي مثلا 3 شهور لما بسمع مساتر وانا بميكس مع MCM ولا مع باشمهند ببقى حاسس ان انا عايز اموت، ببقى حاسس ان انا من جوه مرهق مش قادر اسمع، بغصب نفسي على ان انا اسمع. طب انت اللي عامل المزيكا دي وبتحبها وفخور بيها، هو انا حاسس بايه؟ انا مش عارف. فده رجعنا للكونفرسيشن الاوليه اللي عملتها معاها، يعني ان هي لقيتها بتقول لي طب انت حسيت بايه؟ قلت لها ما اعرفش، استشعرت فعملت كذا كذا. قالت لي طب انت عمرك بتبقى عارف انت حاسس ايه؟ قلت لها لما يكون حواليا ناس بحبهم ما بنسى ايه ده، ايه الوجع ده، بنسى احس بمشاعر انا، بنسى وبعرف ان انا حسيت بمشاعري بعد متأخر، لما بكون امتعضت من الشخص اللي قدامي خلاص، لما بكون شلت منه بطريق لدرجة مدمرة. يعني انا ساعات كمان بمر بده مع اهلي، وده حاجة موحشة جدا، لان انت مع صحابك معرف، مع انها مؤلمة في كل الاحوال، لان صحابي مرة واحدة او اللي هو انت، طب انت ليه ما قلتش كل ده؟ انا ما اعرفش، انا بقول لنفسي اصلا طب انت ليه ما قلتليش ان انت اتضايقت من كل الحاجات دي؟ لان انا حاجه حصلت لي السنه اللي فاتت كذا مره، كنت بتضايقني قوي ان انا بحس بكده، وده حاجه اصلا بايخه ان انت تتضايق من انت حاسس بايه. بس انا لما كنت حد بيضايقني او بيجرحني، حد مهم بالنسبه لي، كنت ببقى uncomfortable جدا من فكره ان انا زعلان من حد، لان انا لما حد بيزعل مني ببقى زعلان جدا، بالذات لو حد بيحبني. ف let someone I love down ببقى زعلان جدا من نفسي، وما بحبش احساس الخصام ده. ما اعرفش مين عمل ايه في اهلي وانا صغير ولا مين خاصمني، بس احساس الخصام ده بيموتني، ده تورتشر رهيب. فلما ببقى انا زعلان من حد قوي ومش عارف اتحكم في قد ايه انا زعلان من حد، وده اصلا ده بروجرس انا عملته، ان انا بقيت ان انا زعلان من حد وعارف احس ان انا زعلان من حد، وحاسس بالامان كفايه جوه نفسي ومع نفسي، وواثق ان انا هحميه لدرجه ان انا اروح اقول للشخص ده اللي انا بحبه، هو مش شخص وحش، انا زعلان منك، انت خذلتني، ولا انت عملت حاجه وجعتني، ولا اشرح لي موقفك ده، ولا انا بتبقى موحشه، بتبقى كانها ماشيه عكس الكود بتاعي كله، الفيرم وير بتاعي ما فيهوش حاجه اسمها انا زعلان مني لو سمحت طيب خاطري. ولا انا اصلا قعدت نص عمر بعلم نفسي ازاي طيب خاطري، انا كنت بلزق نفسي برضو في الشخص اللي قدامي عشان هو اللي يطيب خاطري، انا مش عارفه اخد بخاطري، وبجاهد لحد دلوقتي على فكرة. يعني اللي اكتشفته هو ان عيوب الطفولة، مش العيوب يعني الترومات بقى، معرفش اسمها ايه، اللي هي كل واحد فينا بينزل له في الفيرم وير بتاعه حاجة كده مش موجودة، حاجة ناقصة، فاهم؟ في اللي هو بيعرف يعمل علاقات عاطفية طول الوقت، ومثلا ما عندوش اي صديق، ما عندوش ولا صديق حقيقي، او عنده اصدقاء وعلاقات عاطفية بس علاقته باهله مش تمام، او عنده كل ده وعلاقته بنفسه زبالة. يعني في سبحان الله هم 24 قيراط يعني. فانا مش يعني ده بتاع ده الحاجه اللي ناقصه من الفيرم وير بتاعي انا. اللي اكتشفته هو ان انت مش لما بتهيل او بتبقى في البروسيس اوف هيلينج، باي ذا واي يعني اكبر كدبه كدبتها لنفسي في ثلاثيناتي هي انا بهيل، او اللي هو انا هلت يا جدعان، كانها كلمه اللي هو يا جدعان انا هلت، يا بنتي بتقولي ايه؟ انا هلت لان انت ده سلم طالع نازل، يعني ده كيرف كده ايه لا متناهي كده،
وبتخف وبتاعيا وبتخف وبتاعيا. ما ينفعش يجي لك برد وتقول يا جدعان انا جالي برد يعني. مع ان اوكي باد اكسبريشن لان تشيكن بوكس، بس ممكن يجي لك تشيكن بوكس مره واحده بس. اللي اكتشفته هو ده ان الحاجات دي لما انت بتخف منها او بتبتدي تحط ايدك عليها وجهازك العصبي بيبتدي يخف، فبتكتشف ان انت عارف تبص على عيبك وتبطل يبقى عندك حرب جوانية مع نفسك، او الحرب تقل لما بتمر بالحاجات دي. هي مش بتروح، بس انت بتتقبلها. ده الحب. يعني واحد من عواميد الحب التقبل. انا مش عمري ما هبقى كل حاجة، وعمري ما هبقى شاطر في كل حاجة، وعمري ما هقدم كل حاجة لنفسي أولا قبل الكوكب، قبل الحبيبة، ما اعرفش مين حبيبة يعني، محبوبة. لا محبوبة ده فيلم ترند، اللي هي واحدة يعني اللي هي انت هتتجوزها ولا صاحبتك ولا استغفر الله على حتى أهلك يعني. فان انت تتقبل نفسك ده حاجة تحفة. أظن ده الحب للذات أصلا، الحب تقبل أولا. والحب العاطفي نفس الحاجة، والحب مع الأهل دي حاجة برضو اكتشفتها، ان انت there's a lot of forgiveness to go around. لازم اتقبل كل الناس دي. مش لازم، مفيش لازم، بس يعني ده جزء من النضج، جزء جميل من الحياة. كل واحد فينا بيجي له وقت في حياته كده بيكتشف ان ابوه وامه زيه، او لو عنده اخوات كبار ان هم زيه، هم معيوبين، هم مش عارفين هم بيعملوا ايه، هم ماشيين كده اللي هو اللي يحب النبي يزقه، والله هم بارك، وانا مش حاسه ان ده صح، وانا حاسس ان ده تمام، وانا ف لحظة برضو فيها انفطار للقلب كده، فيها ايه ده، بابا مش سوبرمان، ماما مش كاملة، دول بني ادمين، دول من جوه حاسين زي ما انا حاسس من جوه، ان انا اصلا مخي عنده 18 سنة لسه بيشوف انا عايز اعمل ايه، عايز احقق ايه، عايز اروح فين. وبعدين قلبك بيتكسر لان دول كانوا العواميد بتاعتك، وبعدين تكتشف ان انت عندك بقى ربنا، وعندك نفسك، وعندك باي ذا واي حلاوة ان انا بسجل ده في بيتي، ان مفيش حد بيقول لي تقول ايه وما تقولش ايه يعني. فلا انا هتكلم باللي انا I like that. I've never had that. بس I like that. في بره تقريبا نسر بياكل نمر. انا مش فاهم الصوت ده ايه، لو انتوا سمعتوه انا مش عارف هو وصل اصلا طلع ولا لا. وعجبني ابقى اوريدي بقول انتوا يعني، خلاص انا عارف ان ده هيروح في حتة، فتمام بلم نفسي في الكلام اه بس اهو دلوقتي في طفل صغير نزل بيجري من النسر والنمر، لان هم لسه بيتعاركوا، وهو كان بيلعب نازل يلعب كورة. اه مش عارف صراحة انا رايح فين وعلى فين، بس كل اللي عايز اقوله هو انا هنا، انا لسه هنا بعمل احلى مزيكا عملتها في حياتي، اكتر مزيكا بتوجع عشان هي انا. واصلا فكرة ان انا وصلت بجد ببركة ربنا وبمجهودي كمية ناس مجتهدة وموهوبة قرروا ان هم يدوني من قواهم العقلية ووقتهم ومجهودهم. وصلت لحاجة انا اصلا يعني ما كنتش احلم في اكبر احلامي في الدنيا ان انا اوصل لها. ان انا كنت قاعد مع يسري، شوت اوت يسري، واحد من اعز اصدقائي واقدم اصدقائي، في قهوة كده في الرحاب اسمها اسبريسو، قفلت وقت كورونا. شوت اوت اسبريسو، بقت دلوقتي سوبر ماركت. وفي 2018 من 6 سنين 7 سنين دلوقتي، قلت له يسري انا بقالي سنين بسمع مزيكا وبقول انا عايز اكتر من ان انا ابقى مستمع، وادينا اهو في الراديو بقالي سنتين 3 بس لسه في حتة في قلبي كده، لسه قلبي عايز يقول، لسه روحي بتقول، روحي بتطمح. فقال لي انت عايز تعمل ايه؟ قلت له هموت واكتب مزيكا، هموت. بس من ساعه ما سمعت راب وانا عندي 8 سنين في عربيه عم اشرف، وانا اللي هو انا ايه الصياعه دي، ايه الجمال ده، ايه التعبير عن الذات ده. وخبط عندي حته كده، الشعر عمره ما خبط. انا كنت بكتب شعر وانا صغير، وعارف فضلت اكتب شعر وانا واقف كده، بس ما كنتش مولع بيه، ما كانش حتتي. وبعدين عارف او عارفه كل واحد فينا بيجي له وقت كده بيروح لحتته، بيلاقي حتته، بيلاقي الحاجه اللي هي
ما بيبقاش ليها اي شرح، او مش لازم، بالعكس بحس اصلا لو شرحناها هتاخد من السحر بتاعها. ان مره واحده كده ايه، في حاجه بتتكلم معاك، بتبص على حاجه، بيبقى حب من اول نظره. لو انا كنت بسمع الراديو زمان وانا صغير، وانا شخص يعني كابانجي، يعني شاوت سات مروان موسى لسه قايل كلمه كابانجي في الالبوم بتاعه، وانا من ساعتها وانا اللي هو عجباني قوي كابانجي دي. انا كنت كابانجي. وانا كنت ايه، هنهزر ولا إيه؟ سمعت مزيكتي. آه بميل للميلانكولي. بحس ان انت لو فهمان شويه في الكوكب ده وفاهم هي ماشيه ازاي، او شفت هي ماشيه ازاي، صعب تبقى مبسوط. انا ما بدورش على سعاده اصلا، انا بدور على سكينه، انا مش بدور على اي حاجه. انا عايز اي حاجه، واي صداقه، واي علاقه، واي شغلانه، واي صحبه، واي كونفرسيشن، واي حاجه تجيب لي سكينه. عشان دي اكتر حاجه انا افتقدتها حياتي كلها. بس فبيجي لك، كنت ببقى سايق العربيه وانا صغير، وبعدين الراديو يجي، ودماغي ما كانتش مكان لطيف اقعد معاه. انا ما اتعلمتش احب نفسي، ما اتعلمتش ابقى صديقي. فمهند اللي عنده 18 سنه ولا 17 سنه اللي كان بيلف بالعربيه ده، كان كابنجي، وكان وحيد في دماغه، ما كانش اصلا جوه دماغه لوحده، هو ما كانش لاقي دماغه. كنت بدور على دماغي وقلبي في كل حته تانية، وفي كل واحده، وفي كل واحد صديقي. وبعدين كنت اسمع الراديو وعيني كانت تلمع. عارفين اللي هو والله كانت بتتكلم، كان الراديو كان بيتكلم مع روحي. وبعدين سبحان الله، الحمد لله ان انا على النعمه اللي انا لقيته ده، ان انا قاعد اصلا هنا بتكلم في مايك في بيتي لوحدي. ده حاجه ما كنتش اتخيلها في حياتي، ان انا لقيت ده. لان ده انقذ حياتي بكل الطرق اللي في الدنيا. ان انا لقيت الصوتيات. انا مش فارق معايا الفيجوالز، انا بحب جدا الفنانين كلهم. مناخيري على فكره هتتسد دلوقتي، تستنى نف. اوه ماي جاد ذس از سو انكمفتبل. انا اسف. ايه ده، ممكن اقفل المايك هنا؟ تحفه، روعه. طيب هقفل المايك انف ولا تمام؟ استنى، لا هقفل المايك انف. استنى. اسمعوا مزيكا دي لحد ما نف. ايه الاخبار؟ المهم، آه بس فانا بحب الفنانين كلهم، وبحب الفيجوال اسبكت بتاع كل حاجه، وبحب الافلام، وبحب الكادر الجميل. بس الصوتيات، قعدني قدام مايك خليني اتكلم عن مشاعري، ولا قعدني قدام مايك خليني اغني، او اعمل راب، او اكتب، او اسجل اعلان، او اسجل اي حاجه، وبيحصل حاجه في مخي يعني. مره واحده ما ببقاش مريض، ما بقاش حاسس اني مش كامل، ما بقاش عمال بتفكر في ان في ايه هيحصل، ولازم اعمل ايه، وانا بقدم ايه، وهي راحت ليه، وانا رحت ليه، وانا مشيت ببقى in complete flow. وده اصلا نعمة. يا رب يا رب يا رب ما يحرمني منها ابدا، بجد. ان انا لقيت ده حاجة يعني غالية، ويا رب افضل حاسس بقيمتها ابدا وما استهنش بيها. بس مش لازم. انا مبسوط قوي ان انا عملت اللي انا عملته ده دلوقتي. يعني اصلا داخل اشتغل، وبعدين مره واحده دوست ريكورد، انا مبسوط. آه قصه شمس العباد هو اسم الالبوم اللي جاي. آه مش عارف اللي وصل هنا، انا مش عارف احط ده فين اصلا، بس اللي وصل هنا يقول لي انه وصل هنا. يكتب في الكومنتس قصه شمس العباد. انا ما اعرفش الكومنتس بتاعت ايه، بس هنشوف هابلود ده فين يعني. ايه ده، انبسطت. الحمد لله. ايه الالبوم ده، لو اخر حاجه انا حطيتها في حياتي الالبوم ده. I'm very emotional، معرفش ليه. بس لو اخر حاجه حطيتها في حياتي انا الالبوم ده، فانا تمام قوي. فانا تمام جدا يعني، ان انا وصلت ان انا شغال مع 5 بروديوسرز جاحدين كده، ومهندسين صوت، مهندس صوت رائع رائع، وباش مهندس اغنيه رائع، ومينا عزت. بجد بجد بجد، ربنا وقع في طريقي كميه ناس تالنتد بطرق سبحان الله. اللي هو انت تشتغل وحط راسك في الارض. كذب عليك اللي قالك في عربيات بره، كذب عليك اللي قالك ان انت لازم تبقى في كل الدوائر، وبتبوست على السوشيال ميديا، وبتعمل كل اللي انت محتاج تعمله. هو ان انت تبقى نفسك، في صوت جوه كل واحد فينا، والفوليومز بتاعته بتفرق على قد انت متسق مع نفسك، وقد انت بتحاول تسمعك.
الصوت ده انت لو سمعته بجد بجد نص مشاكلك على الاقل هتقل، لانك مش هتبقى في حرب، مش هتبقى بتعادي نفسك، وهتخسر ناس، والناس دول هيبقى المفروض تخسرهم. لان الناس اللي ربنا عطرني فيهم عشان اشتغل بس على البروجكت ده، لو كنت رجعت قلت المهند اللي قاعد مع يسري في اسبريسو من 6-7 سنين، انت مش بس هيبقى مثلا منزل حاجه و50 اغنيه بعد 5 سنين وبيسمعك اكس اماونت اوف بيبل، الحمد لله ربنا يديمها، انت هتبقى شغال معاك ناس انت ما تحلمش اصلا. ليه اصلا؟ ليه؟ انا مؤمن بنفسي، بحط مجهود، بس انتوا ازاي؟ يعني شكرا على ايمانكم بيا، وشكرا على ان انتوا شغالين معايا، وشكرا ان انتوا بتسمعوا، وشكرا على الناس اللي فضلت موجوده، وشكرا على الناس اللي ما اتضايقتش ان انا شلت كل الناس من على الانستجرام، لان انا ما كنتش قادر ابص على الكوكب اصلا. لان الانستجرام ده الاستخدامات بتاعته اللي مش مؤذيه للصحه النفسيه مثلا ضئيله ضئيله، ولو لقيت الليتل ستريتش ده ان انت تزق نفسك وتبقى موجود لسه ريليفنت فشلتهم. والناس اللي ما خدتهاش بيرسونالي خالص وفضلت تتعامل بلطف وفضلت because it's bullshit، لان it's not real life. it's not. يعني if you're real ربنا بيعطرك في ناس شبهك ومش هتحتاج تتصنع. اه anyways طولت. شكرا على الاستماع. ما اعرفش ده ايه، ده ما اعرفش ده ايه، وهعرفش ايه ده خالص، بس تمام انا مبسوط. ربنا يكرمكم ويكرمنا جميعا، ويا رب تسمعوا الالبوم ويا رب تحبوه، عشان انا حطيت قلبي كله فيه، حطيت فيه كل حاجه، حطيت فيه مهند وحطيت فيه مسالم. مهند هو مسالم. آه انا عمري ما كنت حاجه الحمد لله، يعني اصلا دي كانت اصعب حاجه في الدنيا، ان انا اتشبت بهوايام يعني. بس وانا بجد هبقى خسرت او فشلت بس في حاله ان انا ما بقتش بقول عايش حياتي، او بقول انا ايه، ولا بقول انا حاسس بايه يعني. سعيد بقى مبسوط، مش لازم تبقى كلها حاجات صعبانيات يعني، بس اللي جاي صعبانيات يعني. بس شكرا.